السلام عليكم. معكم إسلام رجب، طالب بكالوريوس في ألمانيا. في الفترة الأخيرة لاحظت إن العرب وخاصة المصريين وإخواتنا السوريين تعرفوا على ألمانيا بشكل كبير عشان خاطر ياخدوا تخصصين 3 لا أكثر ولا أقل، اللي هما الطب والصيدلة والأسنان طبعا، وفي كده تخصص أو 2 في هندسة هما اللي دايما بيقبل الناس عليهم والناس بتقدم عليهم. غير كده تقريبا الناس ما عندهاش معلومات. السؤال هنا هو فعلا التخصصات دي اللي هي الطب او صيدلة واسنان او تخصصات هندسة دي هي اللي لها مستقبل وهي دي اللي تقدر الانسان يعمل بها حاجة، ولا في غير كده؟ السؤال التاني، هي التخصصات التانية دي موجودة ليه في ألمانيا؟ يعني ألمانيا كمثال للتقدم واللي هي وصلت فيه ده في أوروبا وعلى مستوى العالم، عاملة التخصصات دي عشان الناس متعملش بيها حاجة بعدها، عشان الناس تطلع من بعدها ما تقدرش تشتغل أو ما تقدرش تتعلم كويس. الأول خلينا نقول إن ألمانيا فيها تخصصات لا تعد ولا تحصى، حوالي تقريبا أكتر من 100-150 تخصص في ألمانيا موجودين، كلهم بيعتمدوا على البحث العلمي. واحدة من أهم المعلومات اللي لو قريتها دايما عن أنظمة الجامعات في ألمانيا هيقولك إن هي ريسيرش يونيفرسيتيز، يعني كلها تقريبا زي جامعة زويل اللي هي واحدة عندنا في مصر. فبالتالي لما أقولك إن في تخصص في ألمانيا ده معناه إن التخصص ده مربوط دايما بالبحث العلمي وبالتجارب العلمية. خلونا ناخد مثال صغير، مثال شخصي حصل لي أنا، هو إن في تخصص عجبني جدا اسمه الموليكولار ميديسن. الموليكولار ميديسن في منه هنا برامج باتشلر، فانا كنت حابب ان انا اقدم عليها. وطبعا وانا بقدم كنت بحب ان انا اسال الناس، اشوف الناس ايه رايها فيه، الطلاب الجديد بيقبلوا عليه ازاي وهكذا. كانت المفاجاه بان انا كل ما اسال تقريبا اي طالب عربي عن التخصص ده ما كانش يعرف عنه حاجه، ما كانش بيعرف عنه تقريبا حاجه غير اللي هم ناس شغالين في البي اتش دي. يعني الوحيد اللي كلمته كان عارف الموضوع ده كان باحث مساعد قدامه 3 شهور تقريبا ويخلص البي اتش دي بتاعته وشغال في بحث في هذا المجال. الشاهد الموضوع بغض النظر عن العواقب اللي حصلت هو ان التخصصات دي مش موجودة كده او موجودة من غير غرض، لا، التخصصات دي في ناس فعلا شغال عليها وفي ناس فعلا بتوصل لمستقبل بعد كده. بمناسبة المستقبل، في احد المقالات اللي كنت قريتها قبل كده عن ايه اكتر 10 شغلانات لهم مرتب حاليا على مستوى العالم واتوقع ان مرتبهم هيزداد وان هم هيبقوا، كان واحد من الشغلانات دي حاجه اسمها بيولوجيكال انجينير. البيولوجيكال انجينير ده هو عباره عن الشخص اللي بيبقى درس موليكولار بيولوجي في ما قبل البي اتش دي، وبعدين قرر ان هو يكمل مجال ابحاثه في حاجه لها علاقه بالموليكولار بيولوجي وبالانجينيرنج، زي مثلا البايو انفورماتكس، ابحاث البايو انفورماتكس، او الابحاث اللي لها علاقه باي حاجه في الميديسين ودخلتها بفرع من فروع التكنولوجي. دي كلها بتسمى تحت مبدأ البيولوجيكال انجينير، وكان بيقول ان دي من الوظائف اللي هتفضل موجوده في المستقبل، بل وهيكون لها مرتب كبير. طيب دلوقتي هل طب وصيدله واسنان هي دي اللي عشان خاطر موجوده عندنا في الوطن العربي وموجوده عندنا في مصر هي دي التخصصات اللي ليها مستقبل مشرف هنا في ألمانيا وفي أوروبا عموما؟ من واقع اللي أنا شفته هنا في ألمانيا لا خالص. كنت بكلم مدرستي هنا في ألمانيا وهي مدرسة ألمانية، وكانت بتحكي لي عن موضوع المستقبل للشغل ده، فكانت بتنصحني بتقول لي حاول ان انت ما يبقاش تركيزك بس على ان انت تدخل صيدلة او تدخل طب بشري، لان انا اعرف زمايل ليا كتير خريجين طب بشري وصيدله ما بيشتغلوش في الشغلانه دي اصلا، لانهم لو ان هو يكون انك تشتغل في صيدليه او تشتغل في عياده او مستشفى مش هي الحاجه اللي بتجيب فلوس فانتقلوا لحاجه تانية. طبعا بالنسبه لي ده كان خبر مفاجئ، واكدت لي النظريه لما جيت اقول لها طيب ايه رايك حضرتك في تخصصات زي بايو انفورماتيك، قالت لي حقيقي دي التخصصات اللي ليها مستقبل، ودي التخصصات المفروض انت تبص عليها دلوقتي، وكمان تستغل فرصة ان مفيش طلاب كتير مقبلين عليها فتقدم عليها وتبدع فيها. وهي دي النظرية اللي انا حابب اوصلها هنا. دلوقتي ألمانيا
فيها تخصصات كتير بتمشي بمبدأ الانترديسيبلينري. الانترديسيبلينري هو عبارة عن ان انا بقدر ادخل التخصصات الهندسية في التخصصات الطبية واطلع بتخصص جديد تماما. طبيعي ان التخصص ده ما يبقاش موجود عندنا في بلادنا العربية، ما هي بلادنا العربية اصلا متأخرة. لو ما كانتش متأخرة كده ما كانش زماننا جينا هنا المانيا او كنا عايزين نسافر لالمانيا. فطبيعي ان احنا ندور على الجديد عشان خاطر نقدر ننقله، عشان خاطر نقدر نبدع فيه بعدين. في النهاية الفيديو ده مش معمول عشان خاطر يبعد الناس عن اللي جاية ألمانيا أو اللي في ألمانيا حاليا عن أهدافها أو عن حلمها. لو حد عايز يدخل طب أو صيدلة أو أسنان أنا بقولوش ما تدخلش، وإنما أنا عايز أقول فكر كويس أنت رايح تعمل إيه. أنا عارف إن في ضغط كبير جدا من الأهالي بالذات عشان خاطر موضوع التخصص ده، ودي من الحاجات اللي منتشرة عندنا كتير جدا للأسف في العالم العربي. بس يا ريت لو أنت فعلا قدرت تقنع أهلك بإن أنت تيجي هنا، اقنعهم زيادة بإن أنت رايح تبني شخصيتك، رايح تبني نفسك من أول وجديد. وما تخافش، إذا أخذت بالأسباب نزل عليك عطاء الوهاب. شكرا جزيلا.